عايزك تتخيل معايا ان تليفونك ما فيهوش بلوتوث. هتقول لي عادي ما فيها، ما بستخدموش اصلا. هقول لك لا يا غالي، انت قبل البلوتوث ده ما يخترع كان في حوار. قبل ما يخترعوا البلوتوث كانت الحقيقه كلها عباره عن سلك في سلك. يعني عايز تشغل اغنيه من الموبايل على سماعه لازم سلك، عايز تبعت صوره او ملف من جهاز للتاني لازم سلك، عايز توصل جهازين ببعض مفيش حل غير السلك. والدنيا كلها كانت متلخبطه وكل حاجه مربوطه بكابلات، وكانت دي مشكله كبيره قوي. من النقطه دي بداوا يفكروا ليه ما نعملش وسيله تخلي الاجهزه تتواصل مع بعضها من غير سلك. وساعتها طلعت فكره البلوتوث. في التسعينيات شركه سويديه اسمها اريكسون بدات تطور تقنيه تخلي الاجهزه تتبادل بيانات بينها لاسلكيا وعلى مدى قصير. يعني اخلي الجهازين جنب بعض من غير سلك ويتصلوا ببعض. ودي كانت فكره جديده ومختلفه في وقتها، وبدات شركات تانية زي انتل او نوكيا واي بي ام ينضموا للمشروع ده اصلا. لكن وهم شغالين على المشروع ما كانوش عارفين يسموه ايه، كانوا سايبينها كده بلاله، يوم ما يجي اسمه هنسميه وخلاص. وفي اللحظه دي بيجي واحد اسمه جيم كوربيتش مهندس في شركه انتل ويقرا كتاب عن تاريخ الفايكنج، وفيه بيقابل شخصيه ملك دنمارك قديم اسمه ايه، هارالد بلانتن، والمعروف باسم بلوتوث. هذا الملك عاش في القرن العاشر وكان مشهور بحاجه مهمه قوي، ان هو الوحيد اللي عرف يوحد القبائل الدنماركيه والنرويجيه ويخليهم شعب واحد. فالمهندس قال لك ايه، قال لك طب ما نسمي التقنيه دي بلوتوث، احنا كمان بنوحد اجهزه مختلفه عشان تقدر تتواصل مع بعضها. والاسم ده كان في الاول مجرد اقتراح لحد ما يلاقوا اسم تقني اكتر. بس الغريب ان الناس عجبهم الاسم وكل الناس بدات تستخدمه وفضل معاهم لحد ما بقى الاسم الرسمي. وبالمناسبة اسم بلوتوث جاي من كلمة قديمة دنماركية اسمها بلانتد. وفي حكاية كده بتقول إن الملك كان عنده سنة لونها أزرق أو مسوسة الله أعلم، عشان كده تلقب بالاسم ده. المهم سنة 1999 نزل أول إصدار رسمي من تقنية البلوتوث، ومن وقتها بقى البلوتوث موجود في كل حاجة حوالينا، موبايلات، سماعات، لابتوبات، عربيات، وحتى الأجهزة الطبية بلوتوث. كل ده من غير سلك، من غير دوشة، وبدون أي تعقيد. والفضل يرجع لفكرة بدأت من مشكلة واسم اتولد من ملك قديم. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت متنساش لايك وشير، واستناني في اللي جاي.